لا أدري كيف أقولها لك، ولكن أعرف أناسا لم يشاهدوا مسلسلا أو فيلما واحدا منذ سنوات، وأعرف أناسا لم يستمعوا لأغنية واحدة منذ سنوات، وأعرف أناسا لم يشاهدوا كرة القدم منذ سنوات، وأعرف أناسا لا يتابعون مشهورا واحدا، سواء كان ممثلا أو مطربا أو لاعبا أو صانع محتوى تافه على اليوتيوب أو الإنستغرام منذ سنوات. وأعرف أناسا لم يفعلوا جميع ما سبق، وها هم يعيشون حياة طبيعية وسعيدة، ولم يتوحدوا أو يكتئبوا أو يشعر بأن حياتهم ناقصة. فلا تجعل نفسك تضحك عليك وتبرر لك أن إقلاعك عن كل ذلك الفساد غير ممكن. المشكلة في أنك لا تقدر ثمن الدقيقة الواحدة من عمرك. المشكلة أنك لا تفكر بآخرتك. المشكلة أنك تعتقد بأن تخليك عن تلك العادات السيئة فراغ لا يمكن ملؤه، بل يمكنك استثمار وقتك أو وقت فراغك بما ينفعك في دنياك وآخرتك، ولكنك أنت لا تريد أن تكلف نفسك بالبحث عن ما ينفعك. أنت أسير الدنيا يا أخي، فماذا تنتظر لتكسر قيدك؟